السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. طبعا زي ما وعدتكم في الفيديوهات اللي فاتت ان احنا هنجيب تويز سيتي برو الجديد اللي هو ابو 30 جنيه. جبت لكم النهارده الكرتونة وفيها طبعا 6 اكياس زي ما انتم شايفين كده، هنا ايه فيها 6 اكياس. طبعا تويز سيتي برو بيكسب ما يعني هدايا قيمة جدا جدا جدا. يعني سيبكوا بقى من اللي فات ده كله، اللي فات كله كوم، والكرتونة اللي احنا جايبينها النهارده دي كوم تاني. طبعا الكيس السناكس ده ب 30 جنيه. الكيس لوحده عامل 30 جنيه. فأكيد أكيد بالتأكيد هتلاقي هدايا جميلة، وهنلاقي هدايا قيمة في برو الجديد. هنفتح الاكياس دلوقتي مع بعضينا، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنشوف ايه اللي هيكون جوه الكيس. طبعا الكرتونه دي عباره عن كام؟ عن 6 اكياس، عباره عن 6 اكياس، مش كتيره. آه فهو الكيس كبير عامه يعني، هو الكيس كبير جدا يعني. فطبعا الفيديوهات اللي فاتت في السناكس اللي هو ضربة حظ او لولو بافيس او الجوكر او الكلام ده كله، كان الكرتونه كانت بتعمل كام؟ 12 كيس. 12 كيس. ولكن بروج جديد طبعا بيبقى الكرتونه فيه 6 اكياس بس، زي ما انتم شايفين كده 6 اكياس بس. طبعا كاتبين هنا اهو هديتك ايه. هنفتح ونشوف. طبعا بناء على على طلباتكم واللي انتوا قلتوها لي في التعليقات، انا عملت بايه باللي انتوا قلتوه. في ناس كتيره طلبت مني في التعليقات ان انا اجيب برو سناكس الجديد، وطبعا انا لبيت طلبات المتابعين بتوعي وجبت الكرتونه النهارده. طبعا الفتره اللي فاتت كنت ممكن اجيبها، ولكن كان تاجر الجمله ما كانش لسه نزل برو الجديد فطبعا ايه، جبنا النهارده برو بتاع الجبنه المتبله. تمام. طبعا انا بحب الجبنه جدا. فهنفتح دلوقتي الاكياس مع بعضينا، وهنشوف ايه هو اللي في داخل الاكياس بتاع سيتي او تويز برو الجديد. وهنشوف هنجيب طبعا دلوقتي ايه بقى، نجيب طبق عشان نفضي فيه السناكس، ونشوف الهدية بتاعتنا هتبقى عبارة عن ايه. خليكم معانا وهنجيب طبق وهنرجع لكم بسرعة. بس بقى يا شباب، جبنا بقى دلوقتي الطبق بتاعنا اهو، وهنفضي فيه السناكس، وهنشوف الهدية عبارة عن ايه. هنفتح مع بعضنا الكيس او الكرتونة، ونفتح الاكياس وهنشوف الهدية ايه في برو ابو 30 جنيه اللي احنا مش عارفين ايه اللي جواه. بس هو على ما اعتقد يعني مادام غالي، فالغالي تمنه فيه. واكيد هنلاقي حاجه هدايا قيمه جميله يعني. هنفتح مع بعضنا ايه، وهنشوف هل الهدايا اللي فيه تستاهل ان يبقى كيس منه ب 30 جنيه، ولا تبقى هدايا اونطه. طبعا انتوا شايفين كده، ادي 4 اكياس اهو، وهنا كيسين. طبعا الكيس شكله كبير زي ما انتوا شايفين كده اهو، كيس شكله كبير. وهنشوف طبعا بطعم الجبنه اهو، وهنا مكتوب ايه هديتك ايه. فاحنا هنفتح السناكس وهنشوف توينز برو في ايه النهارده، وهل هي الهدايا تستاهل ال 30 جنيه. لان الكيس لوحده قطاعي ب 30 جنيه، غير طبعا ايه احنا بنجيب الايه كرتونه كلها جمله. وهنفتح ونشوف ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بقى الهدية تكون هدية جميلة وهدية قيمة وتستاهل الكيس ابو 30 جنيه ده. هنفتح مع بعضنا دلوقتي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هندوق الاول. انا عاوز اقول لكم جميل جدا 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 جدا، حاجه نضيفه. وادي اول هديه معانا اهي، عربيه. عربيه للاطفال اهي.
نفتح بقى العربيه دي ونشوف العربيه دي عباره عن ايه زي ما انتم شايفينها كده. انا قلت لازم تكون الهدايا بتاعته قيمه، وهدايا تستاهل ال 30 جنيه يعني. شوف هل دي بقى بتشتغل بالحجاره ولا زمبرك ولا ايه، مش عارفين. دي عربيه جيب دي ولا ايه؟ لا دي عربيه ميكروباص اهي زي ما انتم شايفينها كده، بس مش عارفين دي بقى ايه ظروفها. زمبرك. خلي ده على جنب كده. المفروض تمشي ولا ايه؟ اه ممكن نعملها كده 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 كده. ايوه 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 ايوه. زقها زقه صغيره. امشي بقى امشي بقى. ايه ايه مشيت لوحدي. نجربها تاني كده. ايه يجيلك لوحدي. استنى. تعالى زقع زقع فيا. ايه امشي يا زوبه. مشي. بصوا اهي. دي طبعا اول هديه معانا النهارده من توينز برو، اللي هو ابو 30 جنيه. حلوه برضو، هديه جميله. ماشي. ادي اول هديه اللي هي العربيه بتاعتنا. هو طعمه جميل على فكره. كده هو مش محتاج طبق متهيألي لان هو كتير يعني. لا هو كتير. لا جميل وحلو على فكره. لا يستاهل بصراحه. ماشي. خليه هنا ولا خليه هنا. نفتح الكيس التاني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى هديتنا ايه بقى؟ اول مره كان عربيه اهي. تمام. هنفتح الكيس التاني نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى ايه في ايه يا برو يا سناكس؟ نفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. ايه دي بقى؟ ايه ده بقى؟ انا ما اعرفش، حاجه غريبه. الله 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 الله، ده بوك ده ولا ايه ده؟ ولا مقلمه دي ولا ايه؟ ده ايه ده؟ دي هي حاجه حريمي متهيألي، ملفوفه بشكرتون. هي حاجه حريمي ملفوفه بشكرتون، بس ايه هي؟ الله اعلم. ده بوك بيتشال فيه فلوس مثلا، ولا دي مقلمه؟ بس هي شكلها حاجه حريمي يعني. عايزين نعرف ايه ده. بوك حريمي. بوك حريمي. مم. نفتحها كده. اه بوك حريمي. اه يعني يفتحوا هنا يحطوا الفلوس مثلا. شنطة ميك اب. مم. هي حاجة حريمة عامة يعني احنا ما نعرفش فيها. دي شنطة ميك اب. ماشي. دي شنطة ميك اب طبعا للبنات، ما تخصناش. حطها على جنب. دي طبعا تاني هدية معانا. زي ما انتوا شفتوا كده الشنطة. شنطة ميك اب حريمي. ماشي. طبعا هو كل واحد طعم الجبنة. انا اخترت الجبنة المتبلة عشان بحبها. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الجبنة. لا جميل. ماشي. خلينا مع اخوه. نفتح تالت كيس ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى بقى ايه؟ طبعا الهدية الاولانية كانت عربية. تمام. والهدية التانية شنطة ميك اب حريمي. تمام. هنشوف الكيس التالت مخبلنا ايه النهارده يا برو. نفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. ده ايه ده؟ ده ديك.
كتكوت ده ولا ده ديك؟ ديك بزنبرك. ديك بزنبرك. طب ده بيمشي بقى على كده؟ ده بزنبرك برضو اهو. الله، ده وقع على وشه. الله 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 الله. ده ديك اهو. الله الله الله، وقع. نديله شويه حلوين. ماشي. طبعا دي الهديه التالتة معانا النهارده. ديك اهو. حاجات تفرح الاطفال اهي. ماشي. خلاص بقى، خلص بقى. لسه فيك تاني اهو. طب يلا يلا يا عم. بس خلاص بقى. ماشي. دي كانت الهديه التالتة معانا النهارده اهي. الديك والعربيه والايه وال والشنطه. هنشوف كده الديك دوت على الازاز. طبعا ايه ما بيمشيش. طبعا جبنا لوح ازاز هنا اهو. وهنشوف الديك ده بيمشي اهو. ده وقع على وشه برضه. الله 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 الله، مالك يا عم؟ ده بيرجع لورا، ده بيتزحلق. ده بيتزحلق. طب نشوف العربيه دي. وادي العربيه ايه، سرحت لوحدها. ماشي. طبعا دي الهدايا بتاعتنا. 3 هدايا اهو. شنطه والعربيه والديك ابو زنبرك ده والايه والعربيه. 3 اكياس فاضلين. 3 اكياس. يا ترى الهديه الرابعه هتكون ايه معانا النهارده؟ نفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. ايه ده بقى؟ ده ايه ده؟ ضوافر. ضوافر. ده عايزه جنى دي. ضوافر. طبعا دي ضوافر ايه. طبعا احنا مش هنفتحها، هنسيبها كده اهي. ضوافر بقى ما اعرفش ايه بتتلزق بايه، طبعا للبنات اهي. ماشي. طبعا دي الهديه النهارده الرابعه. بس هو طعمه جميل. هو طعمه حلو. ماشي. خد لكم على السل فيه. طبعا معانا كيسين. وهنشوف. طبعا هي اغلبيه الهدايا هدايا حريمي او بناتي بمعنى صح. هنشوف الكيس الرابع فيه ايه، او ده الكيس الخامس. ده الكيس الخامس. هنشوف الكيس الخامس النهارده فيه ايه معانا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نظبط الكاميرا كده، ننزل تحت شويه. نفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي الهدايا بتاعتنا ايه. يا ترى ايه الهديه؟ يا ترى يا هل انا مش عاوز ابص. الله اكبر. ايه دي بقى؟ انا ما اعرفش. ايه ده؟ دي زماره دي ولا ايه؟ شكلها زماره. نفتحها ونشوفها. طبعا دي الهديه ايه الخامسه، وهي زماره. الهديه الخامسه معانا زماره. وندي الحنتوسه. ماشي. راكبين قطر احنا، مفيش حاجه تاني. بس هو كطعم جميل. بيقول لك هديتك ايه؟ هديتك ايه؟
نفتح اخر كيس بقى يا شباب، نفتح اخر كيس. طبعا والله بجيب الحاجات دي واللي انتوا بتطلبوه مني، اي حاجه انتوا بتطلبوها مني انا بنفذها على طول. طبعا الكيس الاخير ده انا حاسه كده ان هو تقيل، انا حاسه كده ان هو تقيل. عاوز اقول لكم الخمس اكياس اللي فاتوا كانوا خفاف، ده بقى الله اعلم، يمكن الاخير ربه كريم. هنفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف. بس اهم حاجه يا شباب ما تنسوش اللايك وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، اهم حاجه اللايك اللايك اللايك. وانت بتتفرج كده وبتستمتع معانا حط اللايك بتاعك الحلو واكتب كومنت ايه جميل زيك كده. هنفتح الكيس الاخير ده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى ايه، يا ترى ايه، يا ترى ايه؟ ايه ده تقيل، ده حاجه تقيله. ده ايه ده بقى؟ ده كوتشينه دي. بصوا السناكس غرقان ازاي، غرقها. دي كوتشينه دي ولا دي ايه ده؟ ده تقيل على فكره. ايه ده بقى؟ طب الورقه دي عباره عن ايه مثلا؟ يعني ده ايه ده؟ ستيكر ده؟ اه ده ستيكر ده ستيكر. هم حاطين هديتين في هديه ولا دي ايه؟ ماشي. طبعا دي ايه مش عارفين. انا هحاول افتحها معاكم دلوقتي بس ايديا فيها كاراتيه وبهدل الدنيا، بس نحاول نفتحها. انا خايف لا اكون قلب الصواريخ، بس هي تقيله والله، هي تقيله على فكره. ما عنديش ضوافر انا. نفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف. البرشمه برشمه غريبه. ايه ده بقى؟ انا مش عاوز افتح، مش عاوز ابوظ العلبه حتى لو ايه. كوتشينه زي ما انا قلت، زي ما انا قلت كوتشينه اهي، كوتشينه اهي حلوه. انا بالنسبه لي الهديه دي جميله اهي، أنا بالنسبه لي الهديه دي جميله جدا. كوتشينه يا شباب اهي، بدات بالجوكر اهو شايفين. طبعا دي كوتشينه حلوه الواحد يتسلى بيها ايه مع اي حد. طبعا دي كانت الهديه الاخيره معانا النهارده، الكوتشينه في برو ماكس او برو توينز برو. طبعا هو بختك يا ابو بخيت، عاوز اقول لكم ان في هدايا قائمه عندي كمان، بس هو بقى على حسب بقى، في كرتونه بتبقى فيها هدايا مختلفه، في كرتونه بتبقى فيها هدايا كده يعني، على حسب بقى. طبعا دي كانت ايه، نحط طبعا كل حاجه مكانها. فتحنا الست اكياس مع بعضينا اهو وشفنا الهدايا اهي، شفنا الهدايا. طبعا الهدايا عباره عن اول حاجه جات العربيه اللي انتوا شايفينها دي، تمام. تاني حاجه الشنطه، شنطه بنات اهي ماشي. ادي الحاجه التالتة كان الكتكوت ده، معرفش هو كتكوت ولا ديك، تمام. بس هو طالع له عرف اهو، طالع له عرف، يبقى ده ديك، ما علينا. هو لسه اصلا بيتحرك ولسه بيتحرك. الضوافر دي نشوف اي بنوته نديها لها، معرفش بقى بيلزقوها ازاي اهي، زي ما انتوا شايفينها كده اهي. بصوا الوان ماشي. والزماره دي تمام، حتى وقعت منها حته اهي ماشي. والكوتشينه دي اللي بالنسبه لنا دي احلى هديه، تمام، مع ستيكر اهوت ممكن تلزقه على الكشكول او الكراسه اهي. دي كانت لازقه فيها من ورا، في هديتين في هديه واحده، هم حبوا يرضونا في الاخر، تمام. ده ستيكر اهو تلزق على الكشكول او الكراسه. ودي طبعا كانت الكوتشينه
ودي كانت الهدايا بتاعتنا النهارده من توينز برو سناكس. جميل جدا على فكره وطعمه حلو، وست اكياس. بس انا عن نفسي الهدايا دي كتير عليها ال 30 جنيه، كتير عليها ال 30 جنيه. بس انا كنت بسمع ان هو ايه، ان هو حبه صغيرين في قلب الكيس، تمام، ولكن لا، كتير كتير اهوت، تمام، مش قليلين ولا حاجه. وطعمه جميل، والهدايا بتاعته الى حد ما قيمه. ممكن يكون في هدايا في كرتونه تانية احسن بكتير من الهدايا دي، ولكن هو ده كان حظنا في الكرتونه النهارده. طبعا الكرتونه بتبقى مقفوله وما بنعرفش ايه اللي جوه منها، احنا بناخدها كده ما بنعرفش ايه اللي جوه منها، تمام، وما بنشوفش الهدايا اللي جواها. ففي اكيد في كرتونه تانية بتبقى فيها هدايا احسن من دي بكتير، تمام. بس يا شباب ده كان الفيديو بتاع النهارده. حبايبي واخواتي، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الفيديو يكون عجبكم. فما تنسوش تعمل لايك جميل زيك، وتشترك في القناه لو انت اول مره تزورنا في الفيديو، وتسيب تعليق حلو زيك كده، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يجيلك كل جديد. وفي نهايه الفيديو اقول لكم السلام عليكم.